مع فتح باب سوق الانتقالات الشتوية يوجد عدد من الدوليين المغاربة محط اهتمام عدد من الأندية التي تود الاستفادة من خدماتهم. حارس مرمى منتخب الأسود وفريق إشبيلية الإسباني ياسين بونو بحسب موقع فوت ميركاتو يوجد محل صراع بين بايرن ميونخ الألماني ومانشستر يونايتد الإنجليزي من أجل استقدامه إلى صفوفه. المصدر أوضح أن بايرن ميونخ فتح باب المفاوضات مع إدارة الفريق الأندلسي للتعاقد مع بونو من أجل إيجاد بديل لحارس مرماه مانويل نوير الذي انتهى موسمه مبكرا بعد الإصابة الخطيرة التي كان تعرض لها. أما مانشستر يونايتد وبتوصية من المدرب إريك تين هاغ يضع بونو ضمن أولوياته، خصوصا وأن مفاوضات التجديد مع حارسه الإسباني دافيد ديخيا لم تأتي أكلها بعد. تسعى العديد من الأندية للاستفادة من خدمات بونو بعد تألقه اللافت مع المنتخب المغربي في مونديال قطر، وقبل ذلك أيضا تألقه مع ناديه إشبيلية الذي لا يمانع في بيعه في حال تلقى عرضا ماليا يستجيب لطموحاته. ارتباطا بوجهات الدوليين المغاربة، صحيفة ليكيبا الفرنسية كانت ذكرت أمس أن فريق ليستر سيتي الإنجليزي قدم عرضا ماليا لفريق أنجي الفرنسي من أجل التعاقد مع الدولي المغربي عز الدين أناحي المحترف في الفريق الفرنسي. ذات المصدر أوضح أن العرض المقدم من فريق ليستر سيتي يصل إلى 20 مليون يورو بالإضافة إلى 10 ملايين يورو كمكافآت يحصل عليها الفريق الفرنسي في حال تأهل فريق ليستر سيتي إلى منافسات دوري أبطال أوروبا. وتضع عدد من الأندية عز الدين أناحي في مفكرتها وضمن أولوياتها من أجل ضمه إلى صفوفها في الميركاتو الحالي، بينها نابولي الإيطالي وأولمبيك مارسيليا الفرنسي أيضا. كرة القدم دائما حديثنا عن منافسات الدوريات الأوروبية. في الدوري الإسباني فريق برشلونة يعجز عن الفوز في آخر مبارياته في العام 22 و2000. البارسا سقط أمس في فخ التعادل بميدانه أمام جاره إسبانيول بهدف لمثله في ديربي كاتالونيا، أحد أبرز لقاءات الجولة 15. الحكم ماتيو لاوس كان نجم المباراة بامتياز، رفع البطاقة الصفراء في 13 مناسبة وطرد لاعبا من كل فريق. خلال المباراة البارسا كان أول من بلغ الشباك في الدقيقة 7 عبر ماركوس ألونسو قبل أن يعدل إسبانيول من علامة الجزاء في الدقيقة 73. برشلونة أهدر بذلك نقطتين في سباقه على اللقب وعاد لتقاسم الصدارة ب38 نقطة مع ريال مدريد المنتصر أول أمس على بلد الوليد ب2-0. الفوز حققه بالمقابل ريال سوسيداد كان على حساب أوساسونا ب2-0، فظل بذلك ثالثا في الترتيب ب29 نقطة. أما فياريال فقلب تخلفه بهدف أمام فالنسيا إلى فوز ب2-1. بالدوري الإنجليزي أضاع فريق مانشستر سيتي حامل اللقب نقطتين ثمينتين في صراعه مع أرسنال المتصدر عندما سقط في فخ التعادل أمام ضيفه إيفرتون بهدف لمثله برسم الجولة 18 من البريمير ليج. التعادل كان الثالث هذا الموسم لفريق مانشستر سيتي كلفه غاليا، حيث اتسع الفارق بينه وبين المتصدر أرسنال إلى 7 نقاط في أعقاب فوز أرسنال ب4 أهداف لهدفين على برايتون، لينهي بذلك فريق المدفعجية العام 22 و2000 على النحو الأمثل. في باقي أبرز نتائج لقاءات أمس، نيوكاسل تعادل مع ليدز ب0 لمثله، مانشستر يونايتد تغلب على مضيفه وولفرهامبتون ب1-0، في من هزم بورنموث بميدانه أمام كريستال بالاس ب2 نظيفين. فولام بالمقابل تجاوزت ساوثهامبتون ب2-1. اليوم وفي ختام الجولة توتنهام يلعب ضد أستون فيلا، وتشيلسي يحل ضيفا على نوتنغهام فورست. نختم جولتنا من الدوري الفرنسي. أول أيام العام 23 و2000 تشهد إجراء مباريات الجولة 17، تتصدرها القمة بين المتصدر باريس سان جيرمان ووصيفه الحالي في الترتيب لانس. على ملعبه يسعى فريق لانس لإلحاق أول هزيمة بالبي اس جي، ومن ثم تقليص الفارق عنه في الصدارة إلى 4 نقاط. فريق باريس سان جيرمان يخوض اللقاء من دون لاعبه البرازيلي نيمار المطرود في اللقاء الأخير أمام ستراسبورغ، فيما يتواصل غياب ميسي الذي لم ينضم بعد للفريق منذ تتويجه قبل أسبوعين رفقة الأرجنتين بلقب مونديال قطر. ذلك مستمعينا نضع نقطة نهاية صباح الرياضة. أشكركم على طيب الإصغاء والمتابعة.